لما تقرري تعملي زبادي بالفراولة يبقى انت جيتي في ملعبي. النهاردة هنعمل مع بعض الزبادي بالفراولة لشهر رمضان، كل سنة وانتم طيبين. كمان هنعمله في اشكال فوانيس كده عشان نحبب الولاد في الصيام. هنعمل الزبادي قوامه متماسك زي بتاع الشركات، وكريمي جدا زي اللي بتشتريه من بره. ده العلبة دلوقتي وصلت 7 جنيه و100 جرام. تعالي بقى النهاردة من كيلو لبن هنعمل الكمية دي كلها. وشكل الفانوس وهو جواه الزبادي حاجة كده بسم الله ما شاء الله، تستاهل بقك. هنجرب مع بعض التجربة النهاردة وإن شاء الله بإذن الله هتنجح معاكي، والطريقة سهلة وبسيطة، وكمان أي حد يقدر اللي هو يدخل المطبخ ينفذها على طول. والقوام زي ما انت شايفة كده، كريمي كريمي. هنعمله النهاردة بالفراولة، ولو عايزة أي أطعمة تانية تقدري تستبدلي الفراولة بأي طعم انت عايزاه. تعالي ندخل على طول على الوصفة ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. معايا كمية حلوة من اللبن، ممكن كيلو او اكتر او اقل على حسب ما انت عايزة. غليت اللبن على النار وسبته كده لحد ما هدي معايا. هبدأ ان انا اشيل القشطة من فوق الوش. اهم حاجة اللي انت تشيلي القشطة عشان الزبادي اللي احنا هنعمله النهاردة ده كريمي، مش عايزين فيه اي قشطة ولا اي حاجة. تمام كده تمام. تقدري كمان اللي انت تحطي اللبن في التلاجة تستفيدي بالقشطة لمدة مثلا لحد ما اللبن يعمل القشطة، تطلعي القشطة بتاعته وبعد كده تدفيه على النار، مفيش اي مشاكل خالص. تلمسي اللبن تلاقيه دافي معاكي زي دمعة العين، يبقى احنا كده شغالين صح. هجيب بقى معايا المكونات اللي انا هضيفها على اللبن ده. اول حاجة طبعا معايا كوباية زبادي اللي هي الخميرة. تقدري تستعملي الزبادي لو انت عندك عاملاه في البيت او تجيبي واحدة من عند اللبان. بس الخميرة بتاعت الزبادي هنجيبها خميرة بلدي، يعني كوباية زبادي بلدي مش بتاعة الشركات. هحط هنا حوالي 3 معالق او معلقتين ونص من السكر البودر. لو مش عندك سكر بودر تقدري تحطي سكر عادي، بس هتقلبي شوية لحد ما يدوب معاكي. معلقتين ونص سكر على كيلو لبن وكوباية، يعني كيلو وربع لبن. تمام كده تمام. هجيب بقى معايا علبة الزبادي البلدي، وهبدأ ان انا اشيل القشطة اللي فوق الوش. انا مش محتاجة القشطة خالص. الزبادي اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت استخدمنا اللبن زي ما هو، وكمان استخدمنا الزبادي زي ما هو. المرة دي شلنا القشطة من على اللبن ومن على الزبادي. صليتي على الرسول؟ طب يلا صلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اتأكدت تماما ان انا شلت القشطة كويس جدا. في المرحلة دي هاخد معلقتين من الزبادي. لو الكوباية صغيرة وانت جايباها حجمها صغير حطيها كلها على بعضيها. هفضل بقى اللي انا مستمرة في التقليب، منه السكر يدوب ومنه كمان الزبادي يدوب معايا. المكون الاساسي اللي انا هحطه علشان خاطر يديني طعم الفراولة هو الايس كريم. عارفة اللي في ناس دلوقتي هتقولي طب ينفع احط جيلي؟ لا الجيلي مش هينفع. طب ينفع احط فراولة فريش كده وجايباها من عند الفكهاني؟ لا برضو مش هتنفع. اهم حاجة تكون ايس كريم باودر. طبعا اي شركة انت هتجيبيها مفيش اي مشاكل. انا هوريكي اسم المنتج دلوقتي عشان لو حبيتي تجيبي زي اللي انا جايباه. ده كده فضيت الكيس كله. لو عايزه تاخدي نصه مفيش مشاكل، بس انا حبيت يبقى النكهه اكتر كده وطعم الفراوله باين فيه. ده كده الشركه اللي انا جبتها شركه دريم. سعر الباكو دوت 12 جنيه. وكمان كيلو اللبن ب20 جنيه. يبقى كده احنا عملنا الزبادي معانا ب32 جنيه. لو حسبتي بقى تكلفة العلبة اللي انت هتجيبيها من بره سعرها كام هتلاقيه وفر معاكي. هي اول مرة بس هتدفعي كتير شوية، لكن بعد كده الموضوع هيكون تمام. قلبت كويس جدا، بس حاسة كده اللي انا وانا بقلب اللي لسه ما دابش معايا الزبادي مع الايس كريم، فهضربه بالهاند بلندر. انت ممكن تحطيه في الخلاط. هديله ضربة كده في السريع لحد ما اتاكد ان الايس الايه بعمل ايه انا الزبادي داب معايا. خلاص كده. خلاص يا ست الكل خلصنا كل حاجة. نحضر بقى الكوبايات والاطباق اللي هنعمل فيها. بصوا بقى انا عجبني فكرة قوي الفوانيس الجميلة الصغيرة دي، منتشرة كتير عند المحلات اللي بتبيع ادوات التغليف زي اكياس التلاجة والورق الفويل والاطباق الفل. هتلاقيها بتتباع هناك. تقدري تجيبيها وهي متعددة الاستخدامات، يعني ممكن تعملي فيها مرة واتنين وتلاتة لحد ما هي بقى تتكسر لوحديها. سعرها 5 جنيه. حلوة جدا. جبت منها 3 وقلت نشكل كده ونخلي الجو برضو حلو ولطيف كده مع الولاد. هبدأ اللي انا اصب الكيلو اللبن، كيلو وربع لبن بالشكل ده.
باكل ايس كريم يقدر اللي هو يعملك 2 كيلو لبن. عشان كده لو مش عايزة تحطيه كله ما تحطهوش. العلبة اللي انا جبتها اللي هي شكل الفانوس ديت معايا خدت حوالي 185 جرام من اللبن. اما الكوبايه الصغيره اللي انا بصب فيها ديت فدي 150. انت بقى لو جيتي حسبتي كده الموضوع وشفتي علبه الزبادي اللي احنا بنجيبها من بره بتاعه الشركات اللي بطعم الفراوله وزنها قد ايه، هتلاقيه 100 جرام بس. فانت ممكن تجيبي كوبايات بحجم علبه الزبادي اللي هي 100 جرام، ودلوقتي الكوبايات منتشره جدا عشان عيد الام كل سنه وانتم طيبين. ممكن تجيبي 6 كوبايات او 12 كوبايه وتخصصيهم للزبادي. كوبايات كده تكون حجمها صغير وشكلها حلو. ممكن كمان اشكال رمضانية هتبقى جميلة وزي العسل. بعد ما صبينا الكمية كلها، اي حاجة او اي فوم كده فوق الوش هنقدر اللي احنا نشيله بالمعلقة، عشان دوت هيبقى في النهاية شكله مش لطيف قوي مع الزبادي. بكل سهولة زي ما انت شايفة كده. عملتي متابعة للصفحة؟ يلا بسرعة اعملي متابعة للصفحة لو بتتفرجي عليا من الفيسبوك، ولو بتشوفيني على اليوتيوب ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا ست الكل. كومنت بتاعكم بقى الجميل اللي زي العسل اللي بينورني، ولا اللايك، حطي لايك بقى عشان احبك. وشوفوا عايزين وصفات ايه الفترة اللي جاية وان شاء الله بإذن الله نعملها مع بعض. في الوقت دوت بقى انا شلت كل كمية الرغاوي اللي هي فوق الوش، ولعت الكتل على كوباية ونص من المية. اظن انا جاوبت على كل التعليقات. طبعا عشان ما يعملش رغوة مية فوق الوش هنغطيه بفوطة. هنا حطيته في صينية اللي هي تقدر تتحمل السخونية شوية، وحطيت كوباية ونص من المية. هغطيه بفوطة، وطبعا كنت مشغلة الفرن قبليها بحوالي 10 دقايق. واول ما بدأت اللي انا احط المية طفيت الفرن، وهدخله على الرف الوسطاني. هوريكي دلوقتي شكله هو محطوط في الفرن. هغطيه كده بالفوطة وابدأ اللي انا احط الغطا دوت من فوقيه، وهدخله الفرن بالشكل دوت كده. طبعا انا طافيه النار مش مشغليها. هسيبه من 6 ساعات ل8 ساعات، الوقت اللي يناسبك. طبعا ممكن تعمليه من بالليل للصبح، او لو انت في رمضان هتعمليه من بعد الفطار لحد كده حوالي الساعة 10 بالليل 12 بالليل، وتخرجيه تحطيه في التلاجة لمدة ساعة. هنا كان خلاص خلص معايا بعد 6 ساعات. لو فتحت عليه بعد 6 ساعات وحسيتي ان الموضوع لسه ما اتعملش ولسه سايل معاكي، سيبيه كمان ساعتين بس ان شاء الله باذن الله هيظبط معاكي. هنا كان خلاص خلص معايا بس لسه سخن. هدخله التلاجة يمسك كده اكتر. هو اصلا ماسك والله من غير اي حاجة، بس سخن يعني طعمه مش لطيف قوي. لما بيبقى ساقع بيبقى احلى. هغطيه بالعلب ديت كده وهسيبه في التلاجة. تعالي نشوفه بعد ما يطلع من التلاجة شكله عامل ازاي والقوام كمان عامل ازاي. بعد ما سبته في التلاجة حوالي 4 ساعات، تعالي نبص عليه بقى كده ونشوف. عجبني قوي الفوانيس الصغيرة الجميلة دي. انا عارفة اللي هي عجباكي صح ولا ايه؟ انا جايباها من الحلمية. ده كده شكل الزبادي وهو مقلوب. القوام متماسك جدا، القوام كريمي حلو. طعمه حلو، طعمه زي الشركات بالظبط. لو انت عايزه بالمانجا هتحطي بقى ايس كريم مانجا، عايزه باي طعم انت هتحطيه، بس اللي منتشر اكتر اللي هو بيكون بالفراوله. يلا خلي حبايبنا بقى الصغيرين كده يصوموا شهر رمضان. وكمان اعملي منشن بقى لاختك، لجارتك، لسلفتك، لبنت خالتك، خليها يلا تشوف طريقة الزبادي بالفراولة وتبطل اللي هي تشتريه من بره. حاجة طبيعية معمولة في البيت، انت عارفة انت عاملاها ازاي، مضمونة. الطعم هو والله العظيم، والقوام كمان، وكل حاجة زي ما انت شايفة كده. بسم الله ما شاء الله. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير، ودايما كده رمضان مجمعنا. بحبكم في الله يا أحلى وأطيب اخوات. وطبعا بصي بقى مش هسيبك غير لما نشوف الأول القوام بتاع الزبادي شكله عامل ازاي. ده كده القوام بتاع الزبادي من جوه. بصي كريمي كريمي يعني. حاجة تستاهل بقك، ولا الطعم والله العظيم حكاية.
مش هتفرقيه اي حاجة عن بره غير شكل العلبة بس. ده شكل العلبة بيبقى مختلف، اما بره يعني لو حطيتيه لحد من غير ما يشوف اللي انت عاملاه هيفتكر اللي انت جايباه من السوبر ماركت. بصي دوت كده الطبق، حبيت اللي انا اوريكي القوام برضو من جوه عامل ازاي. السلام عليكم.